السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتكم مطبخ مروه. طليت عليكم اليوم بهذه الوصفه نتاع المملحات بعجينه هشه تجي ذوب في الفم، ودرت لكم حشو كذلك اقتصادي بالسلق بدون لحوم ويجي بزاف بنين كما راكم تشوفوا، حجم عائلي يعني بمكونات جد اقتصاديه. هنا واش نسحقوا في المملحات نتاعنا بلا ما نطول عليكم. درت كاس تاع حليب يكون دافي مليح. حجم الكاس تاعي راه 250 مليلتر، تقدروا تستعملوا الكاس تاع 220 مليلتر. ضفت له لهنا ملعقه صغيره نتاع خل باش يدير واحد التكتلات، هذه راح تعطينا عجينه هشه. نتوما الا كان عندكم الرايب ولا البن تقدروا تستعملوا كاس بدل ما ديروا هذه الطريقه، راح تعطيكم نفس النتيجه. لهنا ضفت لها نصف ملعقه كبيره نتاع سكر مع نصف ملعقه كبيره نتاع خميره الخبز. الملعقه اللي راني نحرك بها هي اللي عبرت بها. خلطهم شويه وبعدها نضيفوا ملعقه مش معمره مليح صغيره يعني تاع ملح بهذا الشكل، وزوج ملاعق نتاع زيت الزيتون. تقدروا تستعملوا الزيت العادي، ولكن زيت الزيتون راح تعطيكم في المعجنات والبيتزا واحد الهشاشه ولا اروع. نحاولوا نخلطوهم شويه برك حتى يذوب معنا شويه هذاك السكر ويمتزجوا المكونات، ونبداو نضيفوا في الفارينه نتاعنا. هنا لهنا الفارينه يعني اكيد ما تقربلوهاش بما انه راح نديروها في العجين. راح ندير حوالي 4 كيسان تاع فارينه داتلي على حساب الفارينه، كاينه اللي تنشف وكاينه اللي لا. احنا رايحين نبداو نضيفوا في الفارينه نتاعنا بالتدريج، نستعينوا برك بالملعقه نخلطوا جيدا ولا بفوي بهذا الشكل. ما تزيدوش الفارينه على ضربه واحده، يعني من الاحسن تستعملوا هكذا غير بالكيس، تزيدوا بالكيس حتى توصلوا للقوام المطلوب. القوام هنا في المعجنات مهم جدا باش تحصلوا عليه خفيف. هنا حبيت نوضح لكم كيفاه راني ندخل في الهواء العجينه بهذه الطريقه هكذا كيما نديروا في السفنج، باش ما نعجنوهاش من بعد بزاف، يعني بلا ما نعجنوها راح تحصلوا على عجينه هشه بهذا الشكل. تخلطوا مليح، نبقاو نضيفوا حتى نتحصلوا على هذا القوام اللي يكون يتلاصق في الايدي. هنا القوام مهم جدا بهذا الشكل، لازم تكون تتلاصق. قد ما يكون القوام الطري راح تحصلوا على نتيجه احسن، وقد ما تنشفوها راح يجوكم يابسين. خلوها تريح واحد 20 دقيقه بيد ما وجدنا الحشو نتاعنا. هنا درت انا ربطه نتاع السلق، درت لها قطيره نتاع الزيت برك، ما كثرت لهاش الزيت، وراح نقصلها للنار ونغطيها ونخليها حتى تذبال معانا مليح. تقدروا ديروا هنا قرصه نتاع الملح، انا في السلق ما نديرلوش الملح يعني بما انه مالح. زدت لها لهنا بعد ما ذبلت سنينات تاع الثوم، ونخلوها زيد تذبال معانا مليح. هنا بعد ما وجد معنا هذاك السلق راح نزيد له شويه توابل نتاع الشواء ولا تاع اللحم، يعني بالنسبه للتوابل اكيد تبقى للذوق نتاعكم. وهنا الحشو نتاعنا راه واجد، تقدروا تضيفوا له الزيتون اذا كان متوفر عندكم. نرجعوا لهذيك العجينه نتاعنا اللي كانت ضعفت، رايحين نبداو نشكلوا فيها مباشره. كما راكم تشوفوا الحجم نتاعها راه ضاعف، راح تعطيكم يعني حوالي 22 حبه تاع مملحات. بالنسبه لهذه العجينه الا كنتوا يعني عائله صغيره تقدروا تخبوها في الفريجيدير، غدوه من ذاك تستعملوها تبقى على حالها، غطوها برك على الهواء مليح. انا هنا درتها على شكل كويرات، الحجم نتاعهم راني نوري لكم فيه بالكف تاع اليد تاعي، يكونوا بحجم البيضه. راح نغطيهم باش ما يضربهمش الهواء ونبدا نشكل فيهم مباشره، يعني ما نعاودش نخليهم يريحوا في هذه المرحله. جبت هذاك السلق اللي كان برد معانا، اكيد اللي تحب تفور السلق تقدر تفوروا برك تنتزع منه هذاك الماء نتاعو. انا هنا نحب ديما نديرو بهذه الطريقه. نبدا مباشره نشكل في المملحات تاعي. اكيد انا راح نزيد معاهم شويه نتاع طون نتاع فرماج،
تقدروا ديروا يعني فرماج هذاك المبشور. نحاولوا نديروه بشكل دائري. نديروا الطبقه الاولى تكون بالجبن وشويه نتاع سلق، واكيد نديروا من الفوق شويه نتاع الطون. نغلق بهذا الشكل، يعني ما يشدوش بزاف في اليد، راح نشكلوهم في دقائق. هذا المملحات هذا هو الشكل اللي راح نديروه. نغلقوا مليح برك باش من بعد ما ينفتحوش معنا في الفرن. بهذا الشكل راح نشكلوهم كامل بنفس الطريقه، ونخلوهم هنا يريحوا 10 دقائق فقط لا اكثر. ولا هنا نكونوا نديروا الفرن يسخن على 200 درجه مئويه. بيد ما سخنا هذوك 10 دقائق نرجعوا المملحات تاعنا ندهنوهم بشويه نتاع بيض. لهنا تقدروا ديروا شويه تاع خل اللي ما يحبش الريحه يعني تاع البيض. اكيد والتزيين يبقى اختياري، تقدروا ديروا يعني اي زرارع يكونوا عندكم. هنا انا درت له فضلت اني ندير له غير الجلجلين، شويه جلجلين من الفوق كما راكم تشوفوا، ونديروهم مباشره في الفرن. نشعلوا ليهم من تحت حتى يبانوا لنا حمارهم مليح من تحت. نعاودوا نشعلوا لهم من الفوق، وهكذا يكونوا المملحات تاعنا واجدين. راح تعطيكم يعني كم عائلي، يجوا بزاف خفاف من الداخل كما راكم تشوفوا، يجوا يذوبوا في الفم خفاف. ما فيهمش ثاني ليدان بزاف، راح نجيو خفاف على الاستوماع. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه نتاعنا لنهار اليوم. وهنا ما بقالي غير نقول لكم تبقوا على خير، والى اللقاء في فيديو قادم.